عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. ان شاء الله فيديو النهاردة انا هعمل معاكم مربى الفراولة. هي طريقة سهلة جدا وكل المربات بنفس الطريقة تقريبا يعني. انا النهاردة جايبة كيلو فراولة. يعني انا كنت مخزناه في الفريزر حتى هو لسه متلج اهو. والكيلو دايما بيتحط عليه على طول نص سكر. لو عايزه يعني انا مش هحط نص سكر على طول في الاول، انا هحط مثلا 400 جرام كده ولا حاجه، ولو احتاجت بقى بقيه ال 100 جرام هحطها. لو انت عايزاها سكرها حلو حطي النص كيلو من الاول، لو انت عايزاها اقل شويه نقصي منها شويه. وبعدين بنحط في الاخر بقى فانيليا شويه كده، وبحط لها بعد كده نص كيس جيلي فراوله برضو. ده بيديها قوام احلى ولون اجمل كمان. ودلوقتي هندخل في الطريقه على طول، هي سهله جدا. هنحط كل المكونات على بعض ما عدا الجيلي والفانيليا، دول هنحطهم في الاواخر شويه. وهنحط السكر على الفراوله ونحطهم على النار. دلوقتي يا حبيبي انا حطيت السكر على الفراوله، وهيبداوا بقى الفراوله تفك والسكر يدوب معاها ويبداوا يغلوا مع بعض. بس دايما وطي النار. لو احتاجت بق ميه صغير قوي علشان السكر يدوب فيه هنحط لها، بس مش ميه كتير، هو بق صغير جدا يعني عشان السكر ما يتحرقش مننا. وان شاء الله لما يدوبوا مع بعض هنوريها لكم بقى باذن الله. دلوقتي يا حبايبي المربى استوت وبقت جميله جدا وتقيله خالص اهي. اعرفها بقى ازاي ان هي استوت؟ اقوم حاطه المعلقه كده في الصوص بتاعها واقلب المعلقه كده واشوف. لو انا عملت الخط ده كده ملمش على بعضه يبقى هي كده خلاص استوت. يبقى فاضل لنا حاجتين اتنين. هنحط شويه الفانيليا اهما، ما تكتريش عشان ما تمررش. وفاضل لنا حاجه كمان اللي هي شويه الجيلي، اي شويه، معلقه جيلي كده كبيره هنحطها. نقلبها كويس في الفراوله، هتديها بقى اللون والسماكه. الفراوله هتبقى سمكها جميل جدا وهتبقى زي بتاعت بره بالظبط. بس هما تقلبتين اتنين وهنطفي. هوريها لكم بقى بعد ما نخلص. ده شكل المربى بقى يا حبايبي بعد ما خلصت. نسيت بس اقول لكم ان انا حطيت عصرة ليمونة كاملة مع السكر في الاول خالص والفراولة عشان تديها تقل. ممكن بقى بعد ما تخلص الفراولة ممكن تديها ضربة بالهاند بلندر، او عايزاها صحيحة في قلب الصوص بتاعها سيبيها زي ما انت عايزاه. المربى جميلة، طعمها جميل جدا وريحتها رائعة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وما تنسوناش بقى يا حبايبي في لايك وشير واشتراك في القناة. ونشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.